هيا تهد ديك الحكيم شويه بس دقيقه تبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن أخبار لاعبي الدوري السعودي وعن آراء وجماهير العربية التي تتابع المونديال وتتابع نجوم اللاعبين، حيث ذكرت تقارير صحفية بأن اللاعب سلمان الفرج يتمثل للشفاء تدريجيا، وقد حضر لتدريبات فريق نادي الهلال لفريق مع المجموعة ليحتفظ بقوته ونشاطه، حيث نتمنى له الشفاء العاجل من كل خالص قلوبنا. كذلك اللاعب ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة خطيرة، ومن مباريات التي ستم نقلها اليوم في كأس العالم ننتظر مباراة قوية تجمع المنتخب المغربي الشقيق مع نظيره الإسباني في دور الثمن النهائي، حيث استطاع المنتخب المغربي تصدر المجموعة الأولى على نظيره الكرواتي والبلجيكي الذين يعدون من أقوياء منتخبات أوروبا، فيما يستطيع المنتخب المغربي عبر آراء الجماهير على الفوز على المنتخب الإسباني والتأهل كأول منتخب عربي يصل إلى الربع النهائي، حيث سبقه 3 فرق إفريقية وهي الكاميرون وغانا والسنغال. لذا يسعى المنتخب المغربي لكتابة التاريخ وإسعاد الجماهير العربية والخليجية وكذلك القارة الإفريقية التي جاءت لتساندهم من كل جهات.